أنا مش فاهم، هو طلبة ثانوية عامة دول طلبة من دولة تانية؟ هو إحنا محتاجين إن إحنا ندمّرهم نفسيًا وده يبقى هو الهدف القومي بتاعنا؟ يعني لسه طالعين من الامتحان بتاع اللغة العربية والصعوبة بتاعته، يروحوا لابسين في امتحان الفيزياء اللي هو للطالب اللي من المريخ، ده مش للطالب اللي من الكرة الأرضية من أصل، يعني هو ينفع كده يا جدعان؟ يبقى واحد طالع عينه هو وأهله دروس ومشاكل وذاكر واعمل ويسوي طول السنة، ويوم ما يروح الامتحان هي ساعة ونص ولا ساعتين يلبس في الحيط يحس إن متدمر كل حياته. هو انتوا بتعملوا في ولادنا كده ليه؟ يعني انا نفسي افهم حاجة، امتحان زي جاي بيتعمل على ايد لجنة ومفروض ان في لجنة تانية بتراجع عليه قبل ما يعتمد ويروح المطابع عشان ينزل لولادنا. انتوا مركزتوش في الامتحان؟ مفيش واحد عنده رحمة بص عليه وشاف قد ايه هو تعجيزي؟ ده غير ان اتضح ان في اسئلة اساسا مصاغة غلط. ده انت لو بتلعبوهم لعبة البازل مش هيبقى كده، انتوا بتعملوا كده ليه معاهم؟ المفروض ان الامتحان ده بيتعمل علشان نقيم الطالب، مش علشان نقعد نعجز فيه ونختبر قد ايه ان هو نسبة ذكائه الاينشتاين نسبة كام في المية. يا جدعان ارحموهم، غير ان انتوا شايفين الظروف اللي احنا فيها. والله احد متابعيني بعت لي بيقول لي ليلة الامتحان الفيزياء قاعد بنته بتجتهد وعايزة ترضيه وعمال تذاكر والدنيا ضلمة عليها ومفيش لا مروحة ولا تكييف، قعد لمدة ساعتين بيهولها. انتوا متخيلين الشد العصبي والقهر اللي هم فيه؟ ينزل البنت تلاقي نفسها في الامتحان لابسه في حيط وجاي لها اسئله لا انزل الله لها من سلطان. يعني انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ ده انتوا لو قاصدين ان انتوا تخنقوا الناس مش هتعملوا اللي بتعملوه. ده انتوا لو قاصدين ان انتوا تضيعوا تعب السنين كلها مش هتعملوا كده. يا جماعه راعوا، ده في ناس والله بتبيع اجهزه في بيتها عشان تكمل ثانويه عامه. والله في موظف اعرفه مقهور وعلى قد حاله وقف علشان يمد ايده يستلف من كل اصحابه لانه مقهور مش عارف يرجع لابنه اللي مستني الفلوس بتاعت المراجعه النهائيه. بتعملوا فينا كده ليه؟ هم دول مش ولادنا برضه؟ ينفع كده؟ لو انتوا يا جماعه كوزاره مش عارفين تحكموا المسائل في السليم، هاتوا المدرسين بتوع الدروس الخصوصيه، ملك الفيزياء وملك الكيمياء وامبراطور الاحياء، هم دول اللي عرفوا يفقسوا ان الامتحان صياغته غلط. بدل عدت على لجنه وعلى اتنين، لا هاتوهم وشوفوا الناس دي بتفهم المادة ازاي واسألوهم واستشيروهم. والله ما عيب، ما هو نجاحهم في القطاع الخاص وجري الناس عليهم ده دليل نجاحهم. بدل اللي عندكم لا مؤاخذة أنا آسف فاشلين، استعوضوهم بالناس اللي بتحاربوهم، يمكن يقدروا يفيدوكوا. لا إله إلا الله. وارجع أقول تاني يا ولاد، بدل المشكلة عامة فهتبقى على الجميع. يعني لو قلنا المجاميع نزلت فهندسة مثلا لو بتجيب 92% عشان تدخلها حد أدنى هتبقى حاجة و80، هتبقى على الجميع. ما تقفوش، كملوا وحاربوا ولموا درجات على قد ما تقدروا في الامتحانات اللي جاية، وإن شاء الله ربنا هيوفقكم ويكمل لكم حياتكم على خير. اوعوا تستسلموا، دي حياتكم وتعب أهاليكم، وربنا يلطف بيا وبيكم ويعدي الثانوية عامة على كل الولاد بخير. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.